السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف السادس الابتدائي، معايا النهاردة الدرس الرابع في الوحدة التانية، وهو بيتكلم عن صلاح الدين الأيوبي وخطر الصليبيين. هنكمل مع بعض ونشوف ايه هي الحروب الصليبية. الحروب الصليبية ليه سميت بهذا الاسم الحروب الصليبية؟ لأن هي اتخذت من الصليب شعارا لها، يعني كانوا لبسهم زي ما احنا شايفين هنا في الصورة كده، متخذين الشعار بتاعهم الصليب، متخذينه حتى في الأقنعة، حتى في الشعار اللي هم بيتخذوه أثناء ما هم بيحاربوا، في الأسلحة، في كل حاجة عندهم كانت بتتخذ شعار الصليب. طيب ايه المقصود بقى بالحروب الصليبية ديت؟ هي حملات عسكرية قادها ملوك أوروبا، اللي هم طبعا الصليبيين زي ما احنا عارفين. يبقى ايه هي الحروب الصليبية؟ هي حملات عسكرية قادها ملوك أوروبا. طيب لما يقول لي ليه سميت بالحروب الصليبية، هقول له لأن هي اتخذت من الصليب شعارا له. ده سؤال مهم وبيجي في الامتحانات. طيب أسباب الحروب الصليبية ايه يا ولاد؟ لما بص لأسباب الحروب الصليبية، طبعا كل حرب بيبقى لها أسباب. كانت الحروب الصليبية دي الدوافع بتاعتها مختلفة شوية. كان عندهم دوافع دينية ودوافع اقتصادية ودوافع سياسية، يعني كانوا في كذا دافع ان هم يهاجموا مصر. رغبة ملوك وأمراء أوروبا في تأمين طرق الحجاج إلى المسيحيين طبعا، يعني إلى كنيسة القيامة في بيت المقدس. يعني الدوافع الدينية بتاعتهم اللي خلتهم إن هم يعملوا الحروب ديت، أو إن هم يستولوا على البلد، إن هم كانوا عايزين يأمنوا الطرق بتاعت الحجاج المسيحيين أو الأفواج المسيحيين اللي بتأتي إلى كنيسة القيامة في بيت المقدس. طيب ليه عايزين يأمنوا الكلام ده كله وان هم يسهلوا الطريق بتاعهم؟ بسبب ايه؟ ان زعم البابوات ان الحجاج المسيحيين بيشكون من سوء معاملة الاتراك للمسلمين والمسلمين ليهم. يعني البابات بتاعت المسيحيين وقتها قالوا ان هم كانوا بيشتكوا من سوء معاملة الاتراك والمسلمين ليهم. فطبعا دوت كان دافع بالنسبة لهم قوي جدا ان هم لازم يحرروا بيت المقدس، وان هو يبقى بتاعهم، وان هم يحطوا ايديهم عليه. طيب دوافع اقتصادية زي ايه؟ رغبة الأوروبيين في الحصول على ثروات الشرق. وطبعا ده سعوا المدن الإيطالية إن هي تستولى على ثروات الشرق، زي مثل جنوة والبندقية، اللي هم هيحققوا مكاسب تجارية عن طريق نقل الصليبيين على سفنهم إلى بلاد الشام. يعني ايه الكلام ده يا ولاد؟ يعني ان بعض المدن الإيطالية هيسعوا ان هم زي طبعا زي ما قلنا جنوة والبندقية، هيسعوا ان هم يحققوا مكاسب تجارية عن طريق ان هم ياخدوا بعض الصليبيين الى بلاد الشام، علشان طبعا تجارة ويحققوا مكاسب تجارية. دي كانت دوافعهم الاقتصادية. طيب الدوافع السياسية ايه؟ طبعا زي ما قلنا رغبة الملوك والأمراء بتوع أوروبا في ان هم يأسسوا مستعمرات ليهم في دول الشرق. وليه الكلام دوت؟ عايزين يحققوا ليه أماكن ليهم أو مستعمرات ليهم في الشرق، علشان طبعا بقدر ما يملكون من أراضي تكون مكانتهم. كل ما يملكوا أراضي كتيرة، كل ما تكون مكانتهم أكبر، ويكونوا طغاة أكثر، ويكونوا متمكنين أكثر من البلاد. يعني بقدر ما يملكون، يعني كل ما يملكوا أماكن أكتر في البلاد، وكل ما يكونوا مستعمرين في بلاد أكتر، كل ما ده كان بالنسبة لهم حاجة كويسة، وإن هم محققين دوافعهم السياسية أكتر. طيب أمراء أوروبا بقى والحروب الصليبية، طبعا كان لأمراء أوروبا اللي بيشاركوا في الحملات الصليبية ديت أطماع كمان، هم كمان لم يستطيعوا إخفائها، يعني ما قدروش إن هم يخبوها. طب إيه الدليل على الكلام ده؟ هل كان ليهم برضو أطماع؟ وليه ما استطاعوش إن هم يخبوها؟ إيه الدليل إن هم كان عندهم أطماع؟ طيب ايه هي الأطماع بقى؟ أولا أخذوا يقسمون الغنائم وهم في الطريق إلى الشام قبل أن يستولوا عليها. يعني بدأوا إن هم يقسموا الغنائم بتاعتهم، طبعا ديت أطماعهم وما قدروش إن هم يخبوها. بدأوا إن هم يقسموا الغنائم وهم في الطريق إلى الشام قبل أن يستولوا عليها. يعني هم بعد ما خلصوا الحروب بتاعتهم في مصر، بدأوا إن هم في طريقهم للشام إن هم يستولوا على
الغنائم وهم رايحين في طريقهم للشام. كمان كان في كثرة الخلافات بينهم حول حكم إمارة ما، يعني بدأوا إن هم يختلفوا بينهم وبين بعضيهم مين يحكم الإمارة ديت ومين يحكم الإمارة ديت، وبدأت يبقى في صراعات بينهم وبين بعضيهم. بعد كده تعاون بعض الأمراء مع القوى الإسلامية المجاورة ضد إخوانهم الصليبيين، بدأوا إن هم يتعاونوا مع بعض علشان إخوانهم الصليبيين، بدأوا إن هم يتعاونوا مع الأمراء، أو بعض الأمراء اتعاونت مع القوى الإسلامية اللي حواليهم ضد إخوانهم الصليبيين، يعني بقوا بيتعاركوا أو بيتعاونوا مع أعدائهم اللي هم طبعا القوى الإسلامية ضد الصليبيين ذات نفسهم. كمان استطاع منهم أن يحقق لنفسه مكاسب في الطريق، تخلى عن المشاركة في الزحف إلى بيت المقدس، يعني في منهم كمان بدأ إن هو يحقق مكاسب لنفسه ويفكر في نفسه وبس، وتخلى عن إن هو يشارك إخوانه أو يشارك الصليبيين زمايله في الزحف إلى بيت المقدس، رغم إن دوت كان طبعا هدفهم الأساسي زي ما قلنا في الأول. بعد كده تأسيس الإمارات الصليبية، زي ما قلنا هم كانوا بيختلفوا على الإمارات الصليبية ومين يحكمهم. دلوقتي هنعرف إيه هي الإمارات الصليبية اللي هم عملوها. أول حاجة انتصر الصليبيين وتأسست الإمارات الصليبية. هم طبعا انتصروا لأنهم كان عددهم كتير جدا وكانت أسلحتهم قوية وكان عندهم متمكنين جدا من الحروب. طيب ليه انتصر الصليبيين وتأسست الإمارات؟ علشان أول حاجة عندي ضعف الدولة العباسية، زي ما قلنا إن هي كانت في آخر العهد العباسي الثاني بدأت إن هي تضعف. تاني حاجة انقسام الدولة الإسلامية إلى دول متنافسة، بدأت إن الدولة الإسلامية تنقسم إلى دول متنافسة بيتنافسوا مع بعضهم طبعا زي ما قلنا قبل كده على الحكم. ترتب على انتصار الصليبيين إيه اللي ترتب إن الصليبيين انتصروا؟ طبعا اتقتل آلاف المسلمين العزل اللي ما كانش معاهم أسلحة أو اللي ما قدروش يدافعوا عن نفسهم، وطبعا استولى الصليبيين على المدن في بلاد الشام، يعني اتقتل كتير من المسلمين اللي هم ما كانش قادرين يدافعوا عن نفسهم أو العزل من السلاح، واستولى الصليبيين على العديد من المدن في بلاد الشام. خلاص هم طبعا كانوا سابوا مصر وراحوا للشام وبعد كده لبيت المقدس، فطبعا من خلال كل دوت هم حققوا مكاسب كتيرة. طيب الإمارات الصليبية بقى في مصر في بلاد الشام زي ما احنا شايفين يا ولاد هنا في الخريطة: الرها، أنطاكيا، طرابلس، بيت المقدس. كل دولت كانت إمارات مسميينها الصليبيين بالأسامي ديت، وكانت هي ديت الأماكن بتاعتهم. كل إمارة طبعا كان ليها حاكم خاص بيها. طيب صلاح الدين بقى وخطر الصليبيين وازاي صد الخطر بتاع الصليبيين وهو قدر ان هو يخرجهم ويدافع عن البلد. ظهر طبعا القائد صلاح الدين الذي استطاع صد الخطر الصليبي على الدولة الإسلامية. طيب مين هو صلاح الدين دوت؟ هو صلاح الدين تولى حكم مصر، ودوت بيعد صلاح الدين الأيوبي هو المؤسس للدولة الأيوبية. زي ما قلنا ان الدولة العباسية هتنتهي وهيجي مكانها الدولة الأيوبية ودولة المماليك، وكانت الدولة الأيوبية ديت بقيادة مين؟ صلاح الدين الأيوبي. طيب محاربة بقى الصليبيين. حارب الصليبيين ازاي؟ أول حاجة هو نجح في إقامة دولة إسلامية وقدر ان هو يجمع الدولة، ضمت الدولة دي مصر ومعظم بلاد الشام والعراق، كل دول كانوا تحت طبعا الحكم الإسلامي. اتجه بقى صلاح الدين إلى محاربة الصليبيين، وكانت المواجهة بين مين؟ بين صلاح الدين الأيوبي اللي هي الدولة الأيوبية، وبين مين؟ بين الملك بلدوين الرابع ملك بيت المقدس. طبعا بيت المقدس اللي هي كانت طبعا تبع مملكة من الممالك اللي هم حاطين ايديهم عليها. يبقى محاربة الصليبيين كانت أول حاجة صلاح الدين بدأ ان هو يعمل دولة إسلامية ضمت مصر ومعظم بلاد الشام والعراق كانوا تبع حكم الإسلامي بقيادة صلاح الدين الأيوبي. اتجه بعد كده ان هو يحارب الصليبيين، يعني أول حاجة أسس الدولة أو أقام الدولة تكون كلها متعاونة مع بعضها، وبعد كده هيفكر ان هو يصد الهجمات اللي هتجيله من بره. طبعا هتبقى بقيادة صلاح الدين الأيوبي اللي هي الدولة الأيوبية، والملك بلدوين الرابع طبعا ده ملك بيت المقدس.
انتصر طبعا صلاح الدين الايوبي على الملك بلدوين الرابع، وطبعا اضطرهم ان هم يعقدوا هدنة مع صلاح الدين علشان يسووا الخلاف ويقدروا ان هم يفضلوا موجودين، بس تحت طبعا ايه شروط معينة. هنشوف بعد كده الفيديو اللي جاي هنكمل فيه بقية الدرس، لان الدرس طويل ولازم يكون معايا مركزين كويس جدا علشان ما تقعش مننا حاجات. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، وتابعوا معايا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.